أيوب عسال حكم المباراة. محمود الشريف يأتي أو تأتي الإشارة بالعودة إلى تقنية الفيديو. ركلة الجزاء وحكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء لنادي المرخية بعد لمسة يد على خافي مارتينيز. أيمن حسين على تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة في بطولة الدوري هذا الموسم 5 أهداف، والآن يبحث عن هدف آخر سجل في لقاء الفريقين في الدور الأول من علامة الجزاء، ويبحث الآن مرة أخرى من علامة الجزاء في محاولة للوصول إلى مرمى الحارس الساطع العباسي. أيمن حسين هداف بطولة كأس الخليج يبحث عن سادس أهدافه، يبحث عن سادس أهدافه، وهدف من علامة الجزاء في مواجهة العباسي. أيمن يسجل نعم ويتقدم لمصلحة المرخية ويعطي المرخية أول أهداف في اللقاء من علامة الجزاء. يسجل أيمن حسين ويحتفل بطريقته الخاصة. هذه الكرة بأقدام اللاعب أيمن حسين في هذه المباراة، والتقدم لنادي المرخية، التقدم الذي لو استمر يعني بأن هذا الانتصار سيكون أول انتصار تاريخيا للمرخية على حساب نادي قطر.